صباح الخير. الناس الحين ما شاء الله تسافر، موسم السفر بدأ، والسفر حلو، منو ما يحب السفر؟ لكن شو الأدوية اللي لازم نشيلها معانا في السفر؟ وشو النصايح إذا الواحد مرض في السفر؟ أول شيء أنت لازم تسافر دول نظامها الصحي جيد، يعني مرات تسترخص سعر التذكرة وتقول بروح مكان رخيص، لكن قد يكون النظام الصحي غير جيد وما حد يعرف شو يصير لا قدر الله، ممكن الإنسان يمرض في أي وقت، فروح مكان زين. إذا عندك تأمين صحي بعد أفضل إنك تسوي، لكن بشكل عام في نصايح بسيطة. اول شيء اذا مرضت في السفر روح المستشفى خاص، لا تروح المستشفيات الحكوميه. ليش؟ لان دائما المستشفيات الحكوميه زحمه وراح تنتظر 7 8 10 ساعات. الحمد لله نحن بدول الخليج اذا الدكتور تاخر عليك نص ساعه تشتكي، هناك ممكن تنتظر 7 8 ساعات. فالمستشفيات الخاصه الجيده، سوي جوجل على المستشفيات الراقيه وروحوا، لا تستخسر في صحتك. الشيء الثاني، لا تروح مع ناس غير مرخصين او ممكن يجونك في البيت غير مرخصين. اذا انت مرضت او شيء روح لأماكن مرخصة ومعروفة ومعتمدة من الدولة، سجل في نظام تواجدي لوزارة الخارجية، وإذا تبغى تسوي تأمين صحي. شو الأدوية اللي تشيلها معاك؟ لا مش معاك مادة الباراسيتامول للصغار والكبار اللي هو البنادول أو الأدول أو الأومول أو غيرهم، وتحسب الجرعات للأطفال 10 إلى 15 ملي جرام يعني للوزن. ممكن تشيل معك اذا الحراره ما نزلت، اذا ما عندك الرجي وحساسيه تاخذ البروفين او الفولتارين كمسكن، تاخذ الميتوكلوبراميد اللي هو البريموزان او البومبران للترجيع، او الدومباريدون او الموتيليوم للترجيع. تاخذ انتي بايوتيك او مضاد حيوي، لان هناك صعب مرات يعطونك، لكن تتواصل مع الدكتور هنا عن طريق التلي كونسلتيشن عن بعد وتقول له اعراضك عشان يقول لك خذ المضاد ولا ما تاخذ. وتاخذ دواء للاسهال، دواء للامساك، لا تاكل من برا شيء مو مغسول، وكل عام وانت بخير.